ملك المغرب محمد السادس شاهد انحناء الهيبة والتواضع أمام لاجئة سورية في مخيم الزعتري في الأردن مع طفلها. ملك ينحني؟ نعم، على خلاف ما روجته وسائل الإعلام أن شعبه يقبل يده ويد ابنه ويد عائلته والشعب ينحني له. هذا كلام عار عن الصحة. ما يدور بين المغرب والشعب المغربي ومليكهم أو ملكهم هذا خاص بينهم وبينه، حب ليسوا مجبرين على ذلك. انظروا إلى الملك المغربي الذي لم ينحني لأحد على سطح الأرض أو المعمورة، وينحني الآن انحناء العزة وانحناء التواضع والكبرياء، انحناء السمو أمام لاجئة سورية فقيرة في مخيمات الأردن في مخيم الزعتري. شوف طفلها، انظروا إلى طفلها كيف فرحان بوجود الملك المغربي، وهي كيف جالسة والملك ينحني في مشهد لن يتكرر، في مشهد لن يغيب عن ذاكرتنا نحن السوريين الذين استقبلت المغرب لاجئين. نعم، من طنجة للكويرة يتمتع السوري في المغرب بكافة الحقوق والحريات، واستقبله الشعب المغربي والحكومة المغربية والملك المغربي المعروف بعدله حتى مع اليهود. الدولة الوحيدة التي لم تظلم اليهود عيال سارة هي المغرب، هجروا من كل مكان إلا من المغرب. عدالة ملوك المغرب صراحة أعجبتني جدا. ملك ينحني أمام لاجئة سورية، نعم إنه الملك المغربي، هذا هو أمامكم، انظروا. ملك عظيم رائع إنساني، على خلاف ما تروجه بعض وسائل الإعلام ويعلقون عبر الميديا أنه الملك المغربي. شاهدوا يا سادة، يتكلم مع لاجئة سورية ومع طفلها ويسألهم عن ماذا يحتاجون وماذا يريدون وكيف هي أحوالهم، وزار مخيم الزعتري في الأردن منذ زمن، نعم ليس ببعيد، ولفتت نظري هذه الصورة، الهيبة، العزة، الشموخ للملك المغربي. على فكرة ترى المغرب هي أول من اعترف بالولايات المتحدة الأمريكية، طبعا ملك المغرب تعترف. المغرب بلد عظيم، لا شرقي ولا غربي، أنا أحبه جدا صراحة، من طنجة للكويرة. شعب زوين، شعب طيب منفتح جميل رائع. شاهدوا صورة الملك المغربي لفتت نظري صراحة، لن ننساها نحن السوريون. جلالة الملك محمد السادس صراحة لم يفعلها حتى رئيس بلادنا يا جلالة الملك. أوصل رسالتي للشعب المغربي من طنجة للكويرة، نحن كسوريين نحبكم جدا ونحب مليككم ونشكركم على استقبال لاجئين في فاس ومكناس ومراكش وشفشاون وفي العيون وفي كل مكان من طنجة للكويرة. ملك عظيم، شعب عظيم، نعم. كل الحب للمغاربة من طنجة للكويرة. هذا المشهد صراحة لم يفعله أحد. لم أرى زعيم أو ملك أو رئيس. هذا الملك على فكرة، هذا العظيم لم ينحني لأحد تحت هذه السماء أبدا، على فوق الأرض لم ينحني لأحد، ولكن هنا نرى أنه ينحني للاجئة مسكينة فقيرة مهجرة لا تملك حتى كسرة الخبز، ينحني لها وتركها، قالها اجلسي خلك جالسة، وهو انحنى ويتكلم معها في مشهد يدحض وينفي كل الأكاذيب التي توجهونها تجاه المغرب ومليك المغرب. ما أعظمك، إنسان رائع. نعم، هذه الإنسانية. أما ما يحدث عندما أحد يقبل يد الملك هو حبهم له فقط، للأمانة المغاربة غير مجبرين على ذلك، ولكن يحبون ملكهم إنه الملك المغربي محمد السادس. هذه الصورة وهذا المشهد لن ينساه التاريخ ولن ننساه نحن كسوريين.